سلام. اليوم جبت لكم كيكة خريفية فيها مكون ما يخطرش على البال، ودايغ ميم اللي ياكلوها ما يعرفوش باش راها مخدومة. ليسونسيال حنا ناكلو والبنا ونستفادوا من كامل الصوالح اللي كاينين في هذا المكون واللي ينفعوا جسم الانسان. لاكريم خدمتها بالجو دورانج وحتى التين، هذا النوع الطامسون اللي راه حتى هو متوفر في هذا لا بيريود. شوفوا شحال جا موالو من الداخل هذا لو كيك، فريمون رطب بزاف لا تيكستور. الوغ المكون وهو البطاطا حلوه. رفدت انا حبه وهي كبيره ما شاء الله، الا كانوا صغار تستعملوا 2 حبات. نقشرها بليكونوم كما البطاطا العاديه. داك النهار اللي حطيت لكم الكغاتان هضرت لكم على الفوائد تاع البطاطا حلوه، وشفت باللي بزاف لي نوتريسيونيست هاد العام راهم يهضروا عليها، فيها فوائد بزاف كبيره لجسم الانسان. دونك بوركوا با ما نطيبوش بها كو سوا اطباق مالحه ولا حلوه. هنا راكم تشوفوا قصصتها اون روندال ونحطها تتبخر، تفوروها في الكسكاس. elle prend pas beaucoup de temps، 10 دقائق ان كار دور تكون واجده. شوفوا كيفاش يدخلها طياب. نكرازيوها غير بلا فورشات مادامها سخونه، ما تخليوهاش حتى تبرد. من بعد تصعب عليكم شويه وما تميكسيوهاش، انا ما نحتاجهاش اون بوري ليس كامل، نخليوها بهاد لا تيكستور غير بالفرشيطه. الوغ من جهه اخرى نكسر 2 حبات تاع البيض ونوريكم هنا عفسه كي يطيح لكم ان مورسو من القشره ترفدوه غير بلا كوك تري فاسيلمون، ما تقعدوش تحفيو ريسانكم. هذه استيس سهله بزاف. نزيد معاهم قرصه تاع الملح والزاز تاع لي 2 اورانج اللي من بعد نستعملهم في لاكريم. بالكاس اللي يرفد 240 مليلتر نعمروه في 3 كارت 3/4 الكاس السكر، ونخلطوهم غايه الغايه غير بالفوي، ولا الا استعملتوا الباتور يكون احسن، لازم ينسجموا غايه الغايه. ابخي نزيد نفس العبار تاع الزيت، صافي دير 3/4 الكاس زيت و3/4 الكاس حليب ياك، ونعاود ندخلهم في هذاك الخليط تاع السكر غير بالفول. ونجيب لا بيوري تاع البطاطا حلوه تاعي اللي تكون بردت. شوفوا كيفاش راها ديجا تغير واللون تاعها شباب بزاف. نحطوها كامل مع هذاك الخليط تاع الكيك ونعاودو نخلطوها ندمجوها فيه حتى تولي اون سول تيكستور. ديجا لو ميلونج بلا ما يطيب راه يغير فريمون لو غو تاع البطاطا حلوه، زادها بنه على بنه. مانتونو لا فارين انا استعملت كاس ونص، توجور نفس الكاس اللي نعبروا به من الاول، ولا لوفر شيميك خميره كيميائيه 10 غرامات كما اللي راها تبان لكم. نغربلوهم كامل باش ما يجيوناش لي غرومو وباش الهواء تاني كيدخل لنا في لاباري تاعنا، ونخلطوه حتى اللي نتحصلوا على خليط الكيك النهائي. هاد لا ريسيت تكون القوام تاعها يكون شويه ثقيل، ماشي كما الكيك العادي. شوفوا راه يبان لكم باللي ثقيل. فوالا انا عجبني بزاف ديجا، خطر بلا ما يطيب راه عجبني. ليسونسيال نفوتوا للمول تاعنا، تفوتوا عليه زبده ولا زيت ومن بعد تفارينيوه كامل باش من بعد يسهل عليكم الديمولاج، وتخويو فيه الخليط الكيك اللي تحصلنا عليه ديريكتومون. القطر تاع هذا المول فيه 24 سنتيمتر 24 سنتيمتر. تسخنوا الفرن تاعكم وتدخلوه يطيب 35 دقيقه على 180 درجه. انتر طون نحضر معكم لا كريم اللي زينت بها الكيكه تاعي. عصرت فيها هذوك 2 لتشينات طامسون وزدت عليهم ملعقتين كبار تاع السكر ونصف ملعقه كبيره تاع المايزينا. خلطتهم وحطيتهم على نار متوسطه ونقعد غير نحرك فيها باش ما تكونليش لي غرومو. من جهه اخرى نحتاج كلكو مورسو تاع الشوكولا بلون، هذه باش تعطيها لا بريونس اللي شفتوها في الديبي. انا ماشي نستعمل غير هاد الكميه 4 حبات. كي نحيها من الغاز هذيك لا كريم نزيد عليها لي مورسو تاع الشوكولا بلون تاعي ونخلطها مادامها سخونه، ما نعاودش نردها على الغاز. كي نخرج الكيكه تاعي وتكون طابت وبردت وكل شيء نديمو ليها ونزينها بهذيك لا كريم تاع اللتشين. دونك عليها هاد الكيكه خريفيه فيها اللتشين وفيها البطاطا حلوه للزوج. نسيبوهم في هذا الفصل اللي رحنا فيه، ولو غو تاعها فريمون جا بنين غراف هاد لا كريم تجي محمضه محلوه. التزيين اختياري، انا حطيت 3 تاع لي رونديل تاع اللتشين وزدت شويه تاع لي نوازيت. نتمنى تكون عجبتكم هاد الكيكه كما انا اللي عجبتني، وتسيوها مادامنا في فصل الخريف. ما تنساوش تصوروها وتصيفطوها لي باش نحطهم لكم في لي ستوري تاع الانستغرام، وان شاء الله كامل يطلبوا مني لي ريسيت بالبطاطا حلوه يكونوا شافوها.